في هو كذلك في مصلحة في بطني في مصلحة في الجسم. كذلك تم حبس صاع كهربائي ذو صوت مرتفع تصل قوته إلى حوالي 3500 فولت. هذا الصاعق الكهربائي يمكنه أن يشل حركة الشخص عند الاستعمال، كما هو من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات جد خطيرة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أزمات قلبية أو أمراض قلبية. حنا في واحد هذه المشكلة اللي كاينة الآن، كاين جوج ديال الإطارات حديدية البحث الصور على حاجة تستخدم في الضياع ديال الجانب، وهي كانت فترة تجريبية للسلاح الناري قبل الشروع في تنفيذ العملية ديال محاولة السطو بالسلاح الناري يعرف هذا طنجة. فكما كتشوفوا مرحلة تجريبية، كاين الحالة ديال الأشخاص بجوج كانوا يجربوا السلاح ديالهم باش يعرفوا مدى السلامة ديال الاستعمال ديالو، باش ما يكونش عندهم مشكل أثناء تنفيذ المشروع الإجرامي ديالو. فتم الحجز ديالو وتثبت فعلا أن هذه الضربات اللي كاينه هنا تناسب السلاح الناري اللي تحس عنده، وتناسب طبيعة الرصاص اللي هو استعمل أثناء محاولة السطو اللي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا.